بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. رحمكم الله يا شهداء درع العظماء، وغفر الله لكم، فقد سطرتم لنا بداية تاريخ جديد، وأثبتتم للعالم بطولتكم وفداءكم وعطاؤكم، فبوركت البطون التي حملتكم والأيادي التي ربتكم، فلله دركم. نحن هنا باسم شباب ريف دمشق، من مدن منين، التل، حلبون، تلفيتة، معربة، النبك، يبرود، جيرود، قارة، نقدم أجل التعازي وأبجلها لشباب درع الأوفياء، فوالله إننا لنخجل من أنفسنا ونطأطئ الرؤوس عند سماع أسمائكم لما قدمتم هذا الوطن، فأنتم رايتنا وأنتم أرجلنا، فلله دركم، لله دركم. قامت أجهزة القمع والاعتقال من بداية الثورة الكتابة على الجدران باعتقال عدد كبير من شبابنا في جميع أنحاء سوريا، فشملها الريف أيضا. وفي يوم 15 مارس ازدادت الاعتقالات العشوائية حتى شملت القصر من الأعمار، وهذه بعض الأعداد التي تم التأكد من صحتها من عندنا. منطقة منين 20 شاب، التل 25 شاب، النبك وقارة 30 شاب، جيرود 3 شباب، يبرود 3 شباب، وخارج الريف من منطقة برزة ودوما ما يقارب 30 شاب. فوالله لسنا نيام، ولكن امتاز نظامنا بالقمع والتكتيم الإعلامي ليغطي جرائمه التي خالفت الأعراف والمواثيق. إخواني، يوم الجمعة يوم العزة ويوم الكرامة ويوم الشهداء، سنخرج جميعا، سنواجه الظلم، فالله الله يا أهل سوريا، الله الله في دمشق الفيحاء وحلب الشهباء، وأهلنا في القامشلي ودير الزور وكل مناطق سوريا. يوم الجمعة سنخرج لنوجه رسالتنا للعالم بأسره أننا أصحاب حق مشروع وأصحاب هدف نبيل، فلا تخذلونا وتخذلوا شهداءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.